عليكم، كنتمنى تكونوا بألف صحة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اكيد هاد الطريق كتعرفوها، هي طريق مدينة مراكش الحمراء، مدينة البهجة. ان شاء الله غادي نمشيو اليوم مدينة مراكش، غادي نحاولوا نقضيو فيها واحد الويكاند، وان شاء الله غادي تكونوا معايا باش نوريكم التفاصيل ان شاء الله بعد ما نوصلوا. زهر صفراء. واحد، جوج، ثلاثة. والحمد لله بعد ما وصلنا، هذا هو لوطيل. هنا لا ريسبسيون. بالنسبه للوطيل هو تابع للعمل ديال الزوج ديالي. هنا كيف كتشوفوا عندهم البيسين، وهذه قاعه ديال الاستقبال اولا في لا ريسبسيون، يعني في الدخله هادو تلقاوهم هنايا، هاد لي صال هادو. ودابا غادي نحاول نعمل معكم جوله باش تشوفوا هذا المكان رائع جدا. هنا كيف قلت لكم هادو لي شومبر كيطلعوا على المسبح عنده شكل دائري كيف كتشوفوا، ولي شومبر تيطلعوا كلهم على البيسين. وهنا غادي نحاول نعمل لكم جوله في البانغالو من الداخل. كيف كتشوفوا هذا هو الصالون، وأنفاس معاه كتلقاو طاولة الأكل هنا في هاد الجهة هادي، وبالمقابل في الجهة الأخرى كتلقاو التلفاز هانتوما. وهنا وراء الباب كاينه واحد المرآة هنايا. وهنا كاين كيف كتشوفوا هذه طاولة الأكل، وهنايا كاين واحد البالكون اولا اون تيراس اللي هي كتطلع على الحديقة. هنا هذه هي الغرفة ديال النوم، كيف كتشوفوا حتى هي فيها جوج ديال لي بلاكار هنايا. وهنا كاين واحد البلاكار اخر هنا في وسط يعني في الصالون. هنا كيف كتشوفوا هادو هما الاغطيه اللي كتواجد حتى في البلاكار الاخر، هذه هي الاغطيه اللي كاينه. وهذا هو المطبخ كيف كتشوفوا مجهز بجميع الاشياء اللي كيحتاجها اي مطبخ اللي كتحتاجوها كتلقاوها هنايا. غنحاول نعمل معكم واحد الجوله سريعه هكا باش تشوفوا. بالنسبه للاواني راهم تيبانوا، لان كيف كتشوفوا هاد لي بلاكار راهم من الزجاج، يعني كيكشفوا لنا كلشي اللي كاين لداخل. وهانتوما طنجره الضغط بحجم عائلي. هذه الثلاجه كيف كتشوفوا نقيه، يعني حتى النظافه كاينه. راكم عارفين هادشي تابع للوطيل، يعني دائما كتكون فيه كيكون غتلقاوه نقي من طبيعه الحال. نوريكم هنا شنو كاين. هذا الشيء خاص بالقهوه والحليب كيف كتشوفوا، هادشي اللي خاص بالقلي هنايا. كيف كتشوفوا طنجرة الضغط. هانتوما بالنسبة اللي كيبغي الحريرة، البراد ديالنا طبيعة الحال ضروري من الشاي المغربي. وهادو الفناجين الخاصين بالقهوة او حتى الشاي، يعني كيف كتشوفوا داكشي زوين. وهنا هادو الصحون، كلشي كاين. هذه طبيعة الحال هذه التفريقة ديال المملحات، وهنا الكؤوس ديال الشاي مع ديال
القهوة ديال العصير. هنا كتشوفوا الإطلالة ديال هاد النافذة ديال المطبخ. هادو خاصين بالتوابل اولا بالعطريه. هادو لي بلاكار اللي تحت من الحوض ديال الغسيل. وهذا فيه كيف كتشوفوا هاد فيه بالنسبه للمعالق لي فورشيط وهادشي كامل اللي كنحتاجو له. ها نتوما انا كنحل كل شيء كنكتشف معاكم. وهنا كاين واحد لو بلاكار كبير نشوفوا شنو فيه. ها نتوما فيه ها نتوما يعني كاين القمامة أعزكم الله، وكاين كلشي اللي عنده علاقة بالتنظيف حتى بالمنشر ديال الملابس. وهكا كانت هذه هي الجولة في هذا المنزل. دابا نحاول نشوف معكم هاد لا تيغاس. شوفوا لي لا تيغاس شحال كبيرة، وحتى هي فيها هاد الطاولة ديال الأكل حتى هي اللي بغى يفطر هنا. شوفوا لي الإطلالة كيفاش دايرة، كطلع على هاد الملعب ديال الرياضة هنايا. هنا واحد الجو رائع جدا. هنا جينا تقريبا هاد الوقيته ديال المغرب، راه كيف كتشوفوا الشمس بدات كتغيب. واحد المنظر رائع ما تتخيلوش كيفاش داير. وصوت العصافير، غير كان الصوت ديال الوليدات كانوا كيلعبوا، وداكشي علاش ما خليت لكم الصوت هنايا. وهنا لتحت بالنسبه لهاد الشقق اللي لتحت حنا خدينا هاد جا فينا البروميي. كاين الشقق اللي لتحت اللي في الاسفل يعني عندهم اطلاله، عندهم لاكسي ديريكت لهاد الجرده، كيخرجوا يعني لا طابل ديالهم جات في الجرده هنايا بحال هاد حنا عندنا هاد لا تيغاس، هما عندهم الحديقه تيجلسوا فيها. وهذه هي الشقه كيف كتشوفوا زوينه بزاف. واللي كيهم في هادشي كامل هو النقه. وهنا هذا هو الحمام كيف كتشوفوا فيه واحد لا بينوار كيعطوك الفوطات هنا. بطبيعه الحال داكشي اللي تيتعطى في لوطيل راه هو هذا. وهذا كان هذه هي الجوله الخفيفه في هذا البنغالو. ودابا غادي نرتاحوا شويه ومن بعد غادي نخرجوا ان شاء الله. خليكم معايا. وكيف كتشوفوا وصلنا لساحه الكتبيه. هنا غادي نحاول نعمل معكم غير صوره هكا كبيره. ان شاء الله غادي نعاود نرجع لهذا المكان باش نعمل لكم فيه فيديو خاص. هنا كنصور لكم غير الفضاء اولا الساحه ديال الكتبيه، هذا الجامع العريق اللي معروفه به مدينه مراكش. وبعد ما ارتاحينا خرجنا هنا جينا لجامع الفنا ومشينا للباتيسري ديال لي برانس اولا حلويات الامراء. كيف كتشوفوا عندهم الحلويات التقليديه المغربيه، عندهم بريوات ديال اللوز، عندهم اشكال وانواع في الحلويات المغربيه، وعندهم حتى هاد لي غاتو زوينين بزاف. وكيعملوا لكم يا اما تاخذوا تصاحبوا معاهم يعني باتيسري هي او ميم طون راها كافي. خدينا من عندهم العصير، يعني كيديروا العصائر مع هاد الحراره هذه. العصير هو اللي كيتعاشر في مراكش، يكون بارد من طبيعه الحال. ودابا وصلنا لساحة جامع الفنا. هاد الساحة الغنية عن التعريف كيف كتشوفوا كل شيء فيها. هادو اصحاب الاكلات السريعة اللي معروفة بهم جامع الفنا. هنايا تتلقاو اللحم الراس، البيض، كل شيء اي حاجه، الحوت، اي حاجه تتشهوها تلقاوها في هذه الساحه هذه. وهادو صحاب العصائر خاصه مع هذه الحراره راه ضروري ما تتبردوا عندهم. وهنا هادو القرابه حتى هما اللي معروفه بهم مدينه مراكش. هنا كتلقاو النقاشه، كتلقاو هنا الحلقات، يعني هنا كيعملوا الحلقه، كيعملوا الاغاني هنا. المهم هذه هي ساحه جامع الفنا اللي معروفه عندنا وعند الناس ديال مراكش. دابا غادي نخليكم وغادي نعمل معكم جوله، وانتم بقاو معايا حتى النهايه تاع الفيديو هكا باش نكتشفوا كاملين هاد الساحه هذه.
عارفة كده احنا خاوي السوق هنا داخل. شحال زوين. مصباح علاء الدين. مصباح علاء الدين. ها ديكور. هذاك النحاس. هادو الحاس هادو؟ اه هادو الوحده؟ هذا 50. اجي. الحساسية. تبارك الله هادشي زين. هادو شحال هادو؟ هذا 50. كلشي هنا 50. هادو تا هو. هذاك الشكل كاع 50. هاي خويا شحال كيديروا هادو ديال البيض؟ ديال البيض شحال الثمن ديال 10000؟ كيتباعوا كاملين هكاك ولا بغيتي الكاس؟ بغيتي كيسناو. شحال دايرين؟ اللوان الصفر حتى الصفر ديالهم كاين. صافي واخا. وهادو شحال يبقى؟ خويا عاد عليك انا شوف عندك شوف عيني بس يا الحياه الكاسكا خويا تونيك شوف بعد هاو لا انا خويا انا خويا وكانت هذه هي الجوله ديالنا في ساحه جامع الفنا. انا حاولت نعمل معكم غير جوله خفيفه، وان شاء الله اكيد غادي نعاودوا نرجعوا للساحه مره اخرى. غير دابا الفيديو ديالنا انتهى، باش ما يجيش طويل غادي نحاول نحبسوا هنايا. وما تنساوش لايك اللي عجبكم فيديو خليوا لي لايك وكومونتير زوين بحالكم، وتنقول لكم الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم راحه الله ومع السلامه.